السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ليلة الاثنين الموافقة 19 من شهر ربيع الأول لعام 1442 من الهجرة، الموافقة 15 من شهر نوفمبر لعام 2020، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء المتمم 40 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا عند الآية 74 بعد 200 مع قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله سبحانه يمدح المنفقين أموالهم بالليل والنهار في السر والعلانية، ويثني عليهم ويبين حسن عاقبتهم وعظيم ثوابهم، فلهم أجرهم عند من؟ عند ربهم. ويا لها من معية عظيمة لا يعرف شرفها وقدرها إلا أهل الإيمان، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم أي فيما يستقبل، ولا هم يحزنون أي على ما مضى، لأنهم يثقون في وعد الله جل جلاله، لأنهم أنفقوا وتصدقوا وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله، لا يبتغون بصدقاتهم ونفقاتهم إلا وجه الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، أعيروني القلوب والأسماع جيدا، فوالذي لا إله غيره نحن الليلة على موعد مع درس عظيم جليل من دروس القرآن الكريم تحتاج إليه الأمة الآن على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد والشعوب. فبعد هذا الحديث القرآني الجليل الطويل عن الصدقات والنفقات وعن الأسخياء الكرماء أهل الفضل والجود والعطاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في الليل والنهار والسر والعلن، بعد هذه الصورة يذكر الحق تبارك وتعالى الصورة المؤلمة المظلمة القاتمة المقابلة لهذه الصورة المشرقة المتألقة. يذكر صورة أولئك المرابين الذين يأكلون الربا، وهي الصورة المضادة للصدقة والعطاء. فالصدقة طهر وتزكية ونماء وبركة وزيادة وسماحة وود وتكافل وسعادة وتعاون وإخاء وإرساء لدعائم الأمن والاستقرار والمحبة والأخوة والألفة.
أما الربا دنس وقذارة ومحق للبركة وأنانية وبخل وشح وتقييض لدعائم الأمن والرخاء والاستقرار في أي مجتمع، خلافا لما يظنه البعض في عالمنا المعاصر. فكم تعاني الدول والأنظمة التي تعيش على الربا تأكله وتوكله، كم تعيش في بلاء ومحق للبركة في دينها وأخلاقها واقتصادها وصحتها على مستوى الأمم والشعوب والجماعات والأفراد. ولذلك جاء تحريم الربا بشكل قاطع حاسم وبصورة ورب الكعبة فيها من التهديد والوعيد ما ليس له نظير في القرآن الكريم كله. فيقول سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 75 بعد 200 من آيات سورة البقرة. ما هو الربا لغة واصطلاحا؟ الربا في اللغة هو الزيادة، يقال ربى الشيء يربو أي زاد ونمى، فالربا في اللغة هو الزيادة، ومنه قوله تعالى اهتزت وربت، ومنه قوله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي هي أكثر عددا، أي أكثر عددا. ويقال أربى فلان على فلان أي زاد عليه، أي زاد عليه. فما هو الربا شرعا؟ الربا شرعا هو الزيادة في شيئين منع الشرع الحنيف الحكيم من التفاضل بينهما، أو الزيادة على الدين مقابل الأجل مطلقا. وقد عرفه بعض العلماء بقوله: الربا هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. ويطلق على ربا الفضل وعلى ربا النسيئة. أما ربا الفضل فالفضل في اللغة من فضل الشيء أي زاد عن الحاجة، والفضل مصدر من الفعل فضلا. ومعنى ربا الفضل اصطلاحا بيع جنس من الأصناف الربوية الستة المنصوص عليها بجنسه مع الزيادة في أحد البدلين عن الآخر، سواء كان ذلك البيع معجلا أو مؤجلا، فلا علاقة للزيادة بالتأخير. وقد ثبت الإجماع على حرمة التفاضل عند المبادلة في الأصناف المنصوص عليها في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، يعني هات وخد، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني الأصناف الستة دي، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. في رواية أخرى مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. هذا ربا الفضل. طيب ما هو ربا النسيئة؟ النوع الثاني. النسيء في اللغة هو التأخير، ولذلك من دعاء العرب لبعضهم البعض: نسأ الله في أجلك، أي أطال الله في عمرك. أما ربا النسيئة في الشرع والاصطلاح فهو الزيادة في مدة الدين مقابل الزيادة في المال.
الزيادة في مدة الدين مقابل الزيادة في المال، وقد ثبت الإجماع على تحريمه. وهذا هو الربا الذي حرمه الإسلام وكان معروفا في الجاهلية، ويعرف بالربا الواضح الجلي، وقد حرمه الرب العلي تحريما قاطعا. طيب صورته إيه باللغة المعاصرة؟ صورته أن يبيع الرجل البيع أيا كان هذا البيع إلى أجل مسمى، يعني إلى وقت معلوم محدد، فإذا حان وقت السداد ولم يستطع المدين أن يسدد الدين الذي عليه، ذهب إلى الدائن وقال أمهلني أو أنظرني، ادني فرصة كمان شهر أو كمان سنة. فيقول له الدائن أمهلك، أدي لك كمان سنة تانية لكن بالزيادة، إن كان عليك 100,000 هيبقوا 120,000 أو 150,000. وهذه الصورة منتشرة الآن في زماننا، وأن يقرض شخصا آخر مبلغا من المال لمدة معلومة من الزمان، فإن حان وقت السداد بعد انتهاء المدة المحددة وتعسر على المقترض وتعذر عليه أن يسدد دينه، وطلب من المقرض من الدائن أن يمهله، أمهله في المدة، لكن في مقابل أن يزيد عليه الفائدة أو أن يزيد عليه في المال. وهذه الصورة المؤلمة المقيتة هي أسوأ أنواع الربا. ليه؟ لأنها تجمع بين ربا الفضل وبين ربا النسيئة وبين القرض. هناك صورة أخرى، أن يتفق المقرض اللي هو الدائن يعني مع المقترض أن يعطيه مبلغا من المال لمدة من الزمن على أن يرد هذا المال بالزيادة. الزيادة المشروطة دي محرمة. أما إن كانت الزيادة على رأس المال غير مشروطة ولم يتفق عليها بينهما من البداية، فهذه الزيادة ليست محرمة، بل هي من باب حسن القضاء. يعني لو أعطى رجلا آخر 1,000 جنيه ولم يشترط عليه أن يرد 1,100 مثلا، لكن الرجل المقترض حين وسع الله عليه وذهب إلى المقرض بماله ذهب إليه 1,100، هذه الزيادة ليست ربا، لأنها لم تكن مشروطة حين أعطى المقرض المقترض هذا الدين، بل هذا من باب حسن القضاء. وهذا ما كان يفعله سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالربا يا إخواني ويا أخواتي كبيرة من كبائر الذنوب، وهو محرم في جميع الشرائع المنزلة من عند علام الغيوب. نعم، هو محرم في اليهودية والمسيحية والإسلام، محرم في اليهودية والمسيحية والإسلام. ففي العهد القديم مثلا في سفر الخروج يقول: إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي لا تضع عليه ربا. هذا في العهد القديم. طيب أما في العهد الجديد في إنجيل لوقا يقول: أقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني لا ترجون زيادة على القرض فيكون أجركم عظيما. أما في الإسلام فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية متضافرة على تحريم الربا. وسبحان من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالربا هو المحرك الأساسي للتضخم، وهو أحد أسباب الأزمة الاقتصادية. فلقد ارتفعت نسبة الفائدة، ولا أقول الدين، لا، نسبة الفائدة على الدين إلى الحد الذي لم يستطع فيه كثير من الدول والمؤسسات والشركات والأفراد
عن سداد هذه الفوائد فقط على الدين مع تضاعف الدين يقينا، وتعطلت كثير من المصانع والأعمال والتجارات والمكاسب التي لا تنتظم حياة الناس إلا بها، وتكدس المال في أيدي طبقة معينة من أصحاب رؤوس الأموال الكبرى على مستوى الدول والمؤسسات. ولذلك دعا كثير من رجال الاقتصاد حتى من غير المسلمين دعا كثير من رجال الاقتصاد على مستوى العالم. خذ مثلا هذا العالم الذي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1988، موريس إلياس. هذا الرجل حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، قدم طرحا اقتصاديا جديدا طالب فيه بالتخلي عن الفائدة الربوية، وطالب بتخفيض الضرائب إلى نسبة، خلي بالك من النسبة، إلى نسبة 2.5%. وسبحان من له الحكمة البالغة. فمن ينظر الآن إلى واقع العالم يدرك حكمة الله جل جلاله في التشريع، ويقف يقينا بثقة مطلقة على عظمة هذا الدين. ولذلك جاءت آيات رب العالمين وأحاديث سيد النبيين بوعيد شديد وتهديد رهيب في قضية الربا. قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وسأرجع إلى الآيات بإذن رب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتدبروا كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد ذكرت حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله تحت قدمي. وفي الحديث الذي رواه أحمد وإن كان في سنده ضعف عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة يعني بالشدة والضيق، وما من قوم يظهر فيهم الرشا عن الرشاوى إلا أخذوا بالرعب. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان وأبو يعلى بسند حسن لغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله جل وعلا.
في صحيح البخاري في الرواية الطويلة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم. تصور المشهد، نهر مش من ماء، من دم، وفي النهر رجل يسبح في هذه الدماء، وعلى شط النهر رجل قائم بين يديه حجارة كثيرة. كلما أقبل الرجل الذي يسبح في نهر الدم هذا ليخرج، رماه هذا الرجل على الشاطئ بحجر في فيه، أي في فمه، فرده حيث كان. كلما أراد أن يخرج رماه بحجر فرده حيث كان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقال: هذا آكل الربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، وفي لفظ 72 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أي أن يأكل الرجل لحم أخيه سواء كان حيا أو سواء كان من الأموات. وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. إلى قل يعني إلى قلة وخسران. ولم لا؟ وقد قال الرحيم الرحمن: يمحق الله الربا. في هذا القدر من الآيات والأحاديث كفاية والله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جمهور المفسرين قالوا: أي لا يقوم آكل الربا من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه حينما يتخبطه الشيطان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، وذلك عقوبة له وتمقيتا له عند أهل المحشر في هذا اليوم الرهيب. وقيل إن المراد تشبيه من يحرص على أكل الربا وجمع مال من الربا، وعلى الطمع والرغبة في أكل أموال الناس بالباطل وبكل سبيل، في تشبيهه بالمجنون. قول آخر لأهل العلم، وفي الحديث الذي رواه النسائي والطبراني وأحمد وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود عن أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق. اللهم إني أعوذ بك من التردي، يعني من الوقوع من مكان مرتفع. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. خلي بالك من قوله: أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. وجمهور المفسرين على القول الأول، وهو أن الله جل وعلا جعل علامة آكل الربا يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين الذين مستهم الشياطين. الحديث الذي رواه الطبراني وغيره بسند حسن لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والذنوب التي لا تغفر لمن مات عليها، أما إن تاب حتى ولو من الكفر وخلع رداء الكفر على عتبة التوحيد والإيمان
وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل الله منه التوبة. فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام إياك والذنوب التي لا تغفر، أي لا تغفر لمن أصر عليها ومات عليها. الغلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة. وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ النبي قول الرب العلي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه العقوبة الشنيعة لأنهم استحلوا أكل الربا وجعلوه كالبيع، وقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ولو كان الربا والبيع متساويين لما اختلف حكمهما عند أحكام الحاكمين سبحانه، الذي أحل البيع والذي حرم الربا. فليست الزيادة في المال من البيع نظير الزيادة في المال من الربا. والخلق خلقه والأمر أمره والحكم حكمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو وحده الذي يعلم ما يصلح عباده وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. فهو أرحم الراحمين بعباده، بل هو أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. ولذا قال سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه حكم الله جل وعلا في التحريم، ومن بلغه نهي الله جل وعلا عن أكل الربا فانتهى وترك الربا فورا بلا تردد ولا مماطلة فله ما سلف. يعني أي ما كان أكل من الربا قبل التحريم خلاص، كما قال سبحانه عفى الله عما سلف، أي فله ما كان أخذه قبل ذلك فيما سلف، أي فيما مضى من الربا. لا يكلف أن يرد هذا إلى من أخذه منهم قبل الحكم بالتحريم، بل عليه فقط بعدما علم الحكم ألا يضاعف عليهم. وأمره إلى الله جل وعلا يحكم فيه بعدله، وعدله سبحانه يقتضي ألا يؤاخذ من أكل الربا قبل التحريم وقبل أن تبلغ الموعظة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أما أولئك البراء الذين لم تؤثر فيهم الموعظة الربانية ولا النبوية وراحوا يأكلون الربا في مخالفة صريحة واضحة لأمر الله سبحانه ولحكمه ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد توعدهم بأشد الوعيد. فقال سبحانه ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بين الحق جل وعلا الفرق بين الربا والصدقة، فقال سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق في اللغة محو الشيء والذهاب به بالكلية. فالمرابي وإن كثر ماله في الظاهر فإن عاقبته تؤول إلى الفقر وزوال البركة والخسران، كما قال الصادق الربا وإن كثر فإن عاقبته تصور إلى قلة وخسران. ويربي الصدقات، وقد بينت ذلك سابقا في آيات الإنفاق بفضل الله تبارك وتعالى. والله لا يحب كل كفار أثيم. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله أي والله جل وعلا لا يحب كل مصر على كفر بربه مقيم عليه مستحل أكل الربا وإطعامه، أثيم أي متماد في الإثم فيما نهاه عنه ربه جل وعلا من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه، لا ينزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه ولا تعظ موعظة، سواء كانت من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال
فالمرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع الله عز وجل له من الكسب المباح، بل هو يسعى لأكل أموال الناس بالباطل بكل أنواع المكاسب الخبيثة، وعلى رأسها الربا. وهذا جحود لما حباه الله تبارك وتعالى به من نعم. في مقابل هذه الصورة القاتمة القبيحة لمحق الربا، وإن رأى بعض الناس في ظاهر الأمر رخاء ووفرة في الإنتاج، لكنهم في الحقيقة يعيشون القحط والشقاء والقلق ومحق البركة في المال وفي انشراح الصدور وطمأنينة النفس. ولذلك بعد هذه الصورة يذكر الحق تبارك وتعالى الصورة المشرقة الجليلة لأولئك المؤمنين الصالحين المصلحين، فيقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.